السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نشوف مع بعض الروتين المسائي بتاعنا كده بعد ما خلاص اتغدينا وخلصنا الغدا بتاعنا وكمان شربنا القهوة بتاعتنا. بس قبل ما نعمل حاجة نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلي عليه يا حبيبتي انت وهي، عليه افضل الصلاة والسلام. بصي بقى، طبعا خلاص اتغدينا وشفتوا الغدا بتاعنا كان غدا سهل كده، يعني بسيط جدا، ما كانش فيه اي حاجة يعني. وقفت بقى على المواعين كده، دي كانت مواعين الغدا لان انا كنت مشطبه المطبخ قبل ما اعمل الغدا. والحمد لله زي ما قلت لكم الغدا بتاعنا كان حاجه بسيطه كده، يعني ما خدش معايا مواعين كتير. فهم ده كان مكان طبق السلطه ومكان ما كنا غارفين الاكل وقاعدين نتغدى. فايه قلت اما اقف اشطبهم كده واشارك حبايب قلبي معايا وانا واقفه بغسلهم. طب ايه يا ام مالك، هو احنا يعني ما بنعرفش نغسل المواعين؟ ده انتي ست الكل في غسيل المواعين وانضف واحسن مني بكتير. بس يعني اهو، واحد قال بقى نشارك حبايب قلبي وحشني من زمان كده. وزي ما انتوا عارفين احنا روتينات، فطبعا يعني هصور ايه. فقلت ايه اشارككم معايا وانا بغسل المواعين بتاعتي، يمكن ايه تقومي تتشجعي، تقومي تعملي اي حاجه كده في البيت في المطبخ معايا وانا بتكلم. طب لو وصلتي لهنا كده حطي لي اللايك الجميل من ايديكي عشان خاطر ان شاء الله الفيديو يكبر والقناة تكبر بيكو وليكوا ان شاء الله. وقفت طبعا اشطب. عايزه اقول لكم ان نوع البريل اللي انا كنت جايباه ده كان خانقه جدا، ما كانش وحش. انا بحب اقف اغسل المواعين كده واحس ان الرغاوي ماليه الدنيا حواليا. ما كانش حلو. بصوا انا بجيبه سايب بصراحه، طبعا مش يعني اللي هو اللي زي الفيري والبريل والوفير والحاجات دي اسعارها بقت غاليه جدا. يعني الوفير انا كنت جايباه بسعر، جيت الشهر اللي وراه اجيبه بسعر لقيته بسعر تاني خالص. فايه قلت خلاص هجيب من اللي هو السايب. السايب ده بقى فيه منه يعني مثلا انواع، يعني فيه باربعة وفيه بخمسة وفيه بسبعة. احسن نوع جبته كان ابو 7 جنيه، كان روعة زي الفيري والبريل كده. بس ابني اللي كان جايب لي ده فراح جاب لي اللي هو ده ابو 4. مش حلو خالص، بس بينضف وجميل وريحته جميل، بس مش بيعمل رغاوي كتير كده. المهم طبعا اهوت ادينا برضو بنغسل، مش هنقف طبعا ولا هنعطل. خلصت المواعين زي ما انتم شايفين ودعكت الحوض كده. لا لسه ما دعكتش الحوض، هدعك الحوض بعد البوتاجاز. انا دلوقتي رايحه انضف البوتاجاز، امسح بقى اللي عليه طبعا لان انا كنت غسلاه برضو. بس وانا بغرف يعني وقع حبايه رز، وقع حاجه، فانا قلت ايه همسحه واطوقه كده. ما انا مش هبقى منضفه المطبخ واجي على البوتاجاز يعني. زي ما انتم شايفين كده معايا، مسحته كده وخليته زي الفل ورجعت الشبك بتاعه مكانه. ان شاء الله ان شاء الله ناوية على تجديدات في المطبخ، ربنا يا رب يفرجها ويرخيها عليا. ان شاء الله هتبقوا معايا وانا بعمل. بس مش في الشقة دي لان انا بصراحة ناوية انقل منها، مش ناوية ان انا اكمل فيها يعني. المهم هنا اخدت بقى الاسبونشة بتاعت المواعين عندها، وهنا جبت خدت السلكة اللي كنت بغسل بيها لان هغسل وهرميها. طبعا كبيت خل على الحوض، ما انا لازم اعقمه. لو كان عندي كلور كنت حطيت كلور كمان. بصوا بقى ماسكه الحوض بقى كده والحيطه وكل حاجه حواليا كده لازم ادعكها واخليها زي الفل كده واعقمها. عشان هتشوفوا هعمل ايه في الحوض تاني معاكم دلوقتي. بصوا الحوض لان على طول ايدي فيه بالسلكه اللي هي السلك الالومنيوم ده، ايدي فيه على طول. بصوا الحوض، انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما نقلت في الشقه دي والله والله الحوض ده كان وحش جدا جدا جدا. لان انا دايما بدعكه كده زي ما انتم شايفين، يا بخل يا بكلور. والكلور طبعا اقوى اقوى بكتير من الخل. إيه لو عندك الحوض مطوس معاكي او مسمر كده، إيه شويه كلور على زيت صابون وادعكي بالسلكه الالومنيا دي هتلاقي الحوض معاكي مرايه. بصوا بصوا لازم كارثه تحصل وانا بعمل الحاجه، مش حاجه بتعدي بالسهل كده. الصينيه وقعت هزت الكاميرا. الحمد لله ان التليفون ما وقعش. زي ما انتم شايفين بقى كده بشطف الحوض كله كويس. شوفوا بقى زي المرايه، لان لازم الحوض ده يبات نظيف كده، ما ينفعش يبات مطوس ولا يبات فيه اي حاجه. خلي المطبخ يبات يدعي لنا ولا يدعيش علينا. الله يرحمك يا ماما. طبعا اتشجعي كده. انا عايزه اقول لكم ان انا ساعات ما ببقى كسلانه والله العظيم بقوم اتفرج على روتين كده مثلا حد بيصوره او بيعمله، بقوم اتشجع. يعني انا امبارح كنت بتفرج على روتين وكانت الشقه عندي ايه عايزه تتكنس. اتفرجت على الروتين ده، عايزه اقول لكم ان انا مش كنست الشقه بس قمت مسحتها وخليتها زي الفل. إيه طبعا هنا بقى كنت موريكم في المشتريات اللي انا جايباها. كنت جايبه بقى فول وفول ادمسه بقى وبترمس وبليله والحاجات دي كلها. هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا هغسلها.
المفروض الروتين ده انا كنت بعمله يوم الخميس، بس طبعا جه يوم الخميس انا ما نزلتش السوق، كسلت بصراحة، فقلت ايه خلاص انا هنزل الجمعة وهجيب الحاجات اللي ناقصاني يوم الجمعة. المفروض كنت بدمس بقى الفول بتاعي من يوم الخميس عشان فطار الجمعة، وبجهز الطعمية، بس هو الصراحة انا كسلت عشان انا كان عندي اصلا يعني باقي لسه فول وطعمية والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين طبعا انا منقيه الحاجه وحطاها في الكيسه، عشان ما حدش يخش يقول لي في التعليقات هو انت ما نقيتيش الحاجه عملتيها على طول. لا والله يا حبيبتي انا منقياها وربطتهم في الكيسه، كنت فاتحه بقى وانا قاعده على الارض كده كل كيسه نقيتها وحطيتها في الكيسه وربطتها، قلت عشان اما اقوم ايه اغسلها مره واحده. زي ما انت شايفين شايفه كده بقى عملت خلاص الفول اللي هو الدميس، وهنا نقعت اللهم صل على سيدنا محمد الترمس، وكمان دلوقتي بنقع البليله. طبعا بنغسلهم جامد جدا تحت المية شطفة واتنين وتلاتة واربعة. طبعا هنا انا بغسل كويس بس عشان انا مسرعة الفيديو فباين قدامكم ان انا ايه عملته بسرعة. بنغسل كويس، وبالذات الفول المدشوش ده لازم نغسله كويس. عايزه اقول لكم الاسعار ضربت في اتنين، يعني كل يوم كل ما اروح اجيب بسعر غير التاني، اجيب بسعر غير التاني. بس حاجات لازم نجيبها، يعني انا لما اجيب مثلا ب10 جنيه فول مدشوش بتاع الطعمية وب10 جنيه فول دميس ويقعد معايا الاسبوع، طبعا انا الكسبان. احنا لو جبنا من المطعم ب10 جنيه طعمية هي مرة واحدة بس، او مثلا ب10 فول برضو بيدوا معلقتين حصرة في الكيس وخلاص. هنا بقى خلاص زي ما قلت لكم شطبت الحوض بتاعي وبقى زي الفل خلاص اهو، هيبات يدعي لي ومش هيدعي عليا. وادي الحاجات بتاعتي خلاص سايباها بقى تتنقع، وبكره الصبح ان شاء الله هنشوف مع بعض الروتين هنعمل فيه ايه. طب روتيننا كده خلص يا ام مالك على كده؟ لا لسه فيه، لسه في حاجه صغننه كده هنكمله مع بعض. ورجعت لكم بقى هنا تاني يوم الصبح يا حبايب قلبي. قمت طبعا الصبح بقى خلاص زي ما انتوا شفتوا كده معايا في اخر الفيديو، في المقطع اللي قبل ده، يعني ان خلاص كنت سايبه الحاجه تتنقع. قمت بقى الصبح زي ما انتوا شايفين كده اديت لها شطفه بقى، وحطيت كل حاجه في حلتها، الحاجه اللي هتتسلق إيه، وظبطت حاجه الطعميه وكده زي ما انتوا شايفين. برضو بفضل اشطف فيه زي ما انتوا شايفين كده. إيه، هل بقى بتوع المطاعم بره بيفضلوا يعملوا كده، بيفضلوا يشطفوا في الحاجه ويغسلوا فيها بدل المره اتنين وتلاته وعشرة؟ لا طبعا. إيه زي ما انتوا شايفين بقى هنا اهو، هحط ليمون، مش هزود حاجات كتير، هحط ليمون وصلصه بس. عندي صلصه من اللي انا عاملاها في البيت هحط، ما عنديش بجيب كيس من اللي بره احط منه معلقه على الفول واسيبه يتدمس بقى، وخدي احلى فول ريحه وطعم عندك. زي ما انت عايزه تقولي قولي. بصي اهو بحط بس قيمه معلقه، ما بحطش كتير، ولو عندك من بتاعه البيت حطي برضو منها معلقه اهو. هو الكيس اصلا بيبقى كله عبارة عن معلقة يعني. هقلب بقى كده كويس كله في بعضه كده، وهقوم جايه مغطياه وحطاه على البوتاجاز. اول ما يغلي النار هقوم جايه موطيه النار عليه بقى خالص، هسيبه زي الشمعة كده يستوي براحته خالص. قعد ساعة قعد اتنين، اهم حاجة ان انتي ما تكشفيش الغطا وهو بيستوي عشان الفول ما يسودش منك. جبت بقى هنا البليلة اهي زي ما انتوا شايفين، برضو كنت نقعها معاكم من امبارح، اديتها شطفة برضو حلوة كده، وحطيتها في الحلة اللي هسلق فيها. زي ما انا قلت لك الحاجة في البيت بس حلوة ان احنا بنتنينا نغسل ونشطف فيها كويس جدا. حتى الغلة كمان اهي كنت نقعها من امبارح، بكب بقى المية دي واحط لها مية نظيفة وتتحط تتسلق هي كمان. بديها غلوة واطفي عليه لحد ما تفشر وتفتح كلها كده وتشرب المية اللي فيها بقى، وابدأ ازود عليها اللبن. كل حاجه بقول لكم طريقتها بالتفصيل. معلش بقى على الدوشه عشان العيال بيلعبوا كوره في الشارع تحت فعاملين دوشه وانا بسجل. اهو شوفوا لحد الميه بتاعتها بتبقى عامله ازاي، الميه بتاعتها بتبقى نظيفه وزي الفل. لكن الغله برضو اللي بنشتريها من على عربيه الفول يا دوبك كام حبه غله كده وتبص تلاقيه مكمل لك الباقي نشا. يا دوبك غلوه زي ما قلت لكم كده، واطفي عليها البوتاجاز وهي لسه مقفله كده. اول ما تطفي عليها البوتاجاز بقى وتسيبيها هي هتشرب الميه بتاعتها وهتفشر كلها، هتفشر يعني هتفتح بقى كلها، قلبها يبقى مفتح كده. كل الحاجات دي ما كلفتنيش اي حاجه، بس قعدت معايا في البيت بدل اليوم اتنين وتلاته. بدل ما كنت هروح اجيب ب5 جنيه فول وب5 جنيه طعميه لطقه واحده، عملت فول وعملت طعميه وعملت كل حاجتي في البيت وعملت غله، وسلقت الترمس في الحله اللي هي السمرة دي كمان، وكل حاجه بقت عندي جاهزه.
عملت تسالي وعملت للفطار وللعشاء. الست الشاطرة اللي تفضل كده تفكر وتعرف تعمل ايه وايه مصلحة بيتها تمشي ازاي، تحاول ان هي تدبرها من الشمال ومن اليمين، وفي الوقت نفسه ما تجوعش البيت ولا تجوع العيال. هنا بقى بقول لكم الفول اهوت بدأت اعلق على كل حاجة، وهنا كانت الغلة، والحلة السمرة دي كان فيها الترمس.